طبعا زملائنا الاعلاميين المتواجدين معانا دايما بشكرهم وبثني على مجهودهم. الحقيقه الفكره في ايه؟ ايه المشروع اللي بنتكلم عليه او هو احنا بنتكلم عليه؟ انا هكلمكم عن مشروع كبير وعن اتفاقات وتفاهمات لتفعيل وتنفيذ هذا المشروع. مشروع كبير بيقوم على فكره مؤداه ان مصر باذن الله تكون مركز لتجميع واستقبال وتجاره وتبادل والتعاقد في معظم السلع الغذائيه الاستراتيجيه، خاصه الحبوب والغلال والزيوت السكر وخلافه. ليه مصر تبقى كده؟ لأن أولاً مصر قد تكون من أكبر الأسواق، وهي أكبر الأسواق في بعض المنتجات، وأكبر المستوردين في كثير من المنتجات اللي أنا ذكرتها. نمرة 2، لأن جيران مصر معظمهم هم كمان مستوردين ومن أكبر المستوردين والمستهلكين. إذن السوق هنا، سوق الاستهلاك هنا، بلغة الاقتصاد الطلب قائم هنا. أيضا لأن مصر تتبنى مشروع طموح وعملاق مؤسس على الممر المائي لقناة السويس وما ينبني عليه، يؤسس على بنية تحتية في مناطق يمكن أن تطور إلى منصات قوية في موانئ داخل مصر، لأن بيمر بمصر دون انحراف أو بانحراف صفري ربع التجارة المحواة في العالم. هذه أمور حقيقية، واقع موجود. ولأننا دائما في مصر وجيراننا في الدول العربية والأفريقية والمنطقة بنتعرض لتقلبات وتذبذبات في أسعار الغذاء. الراجل اللي في الشارع بيقول لك الأسعار ولعت. القصة مش في الآخر، مش عند التاجر اللي بيبيع في آخر نقطة. الكلام ده أنا بقوله من أول يوم توليت فيه هذه الوزارة، أن هناك قصة سلسلة إمداد لابد من تتبعها من أولها لآخرها، ولابد من إصلاحها منذ البداية. فالفكر اللي بنتكلم عليه الآن أن تكون عمليات الشراء والتعاقد والتفاوض والتخزين واللوجستيات المرتبطة بهذه السلع تتم في مكان ما في مصر، وتصبح مصر هي المركز بجيرانها وبالتحالفات اللي بتعملها لتداول هذه السلع.